عام 1932 بقرية أبو رقبة مركز أشمون اللي في محافظة المنوفية. اتولد طفل اللي هيكون بطل الشخصية بتاعة النهاردة. والده كان مزارع مستأجر بيزرع الأرض اللي مش ملكه، بالبلدي كده عامل يومية. لما بدأ الطفل يوصل لسن ال3 سنين خد والده يحفظ القرآن في الكتاب. بسبب الظروف الاقتصادية الولد مكملش تعليمه، وبرضه بسبب الظروف الاقتصادية بدأ الولد يتاجر في الألعاب النارية ولعب الأطفال في العيد. بيفرش على مصطبة بيتهم في القرية الصغيرة اللي عايشين فيها. كان لما بيخلص العيد بيدخر أصل الفلوس، والمكسب بيديه لأخوه اللي غير شقيقه علشان يشتريله بضاعة غيرها. قرر الموضوع كذا مرة، ولما أخوه اللي أكبر منه لقى فيه موهبة التجارة قرر ياخده معاه للقاهرة عشان يشتغل كبياع في محل. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعرفتوا مين الشخصية اللي بنتكلم عليها النهاردة يكتب لي في التعليقات. عام 1942 بطل الحكاية كان وصل لسن ال10 سنين. خدوا أخوه وانتقل بيه إلى القاهرة علشان يشتغل في مصنع عطور. مستمرش كتير في العمل في المصنع، ما اشتغلش غير شهر واحد لأنه قال أنا ما بحبش الأماكن المغلقة ولا العمل الروتيني. وهنا هتكون البداية الحقيقية للحاج محمود العربي. كانت في القاهرة تحديدا في حي الحسين. لما اشتغل في محل كان أول مرتب ليه 120 قرش في الشهر، وبعد 7 سنين من شغله في المحل أصبح مرتبه 320 قرش في الشهر. واستمرت رحلة النجاح والصبر في حياة العربي لحد المرحلة اللي بعديها. كانت العمل في محل جملة بدل الشغل في القطاعي علشان يزود خبرته في التجارة. وأول راتب خده العربي في المحل بتاع الجملة كان 4 جنيه، وبعد 15 سنة بقى 27 جنيه في الشهر، وده مبلغ مش صغير وقتها. ولما نوصل لسنة 1963 يقرر محمود العربي إنه يبدأ مشروعه الخاص في التجارة. وعلشان هو معهوش فلوس فيقرر هو وواحد صاحبه إن هما يشاركوا واحد يكون غني ومعاه فلوس علشان يقدر يمول لهم المشروع. وقسموها كالتالي: إن الشخص هيخش بالمال، الحاج محمود وصاحبه هيكون بالمجهود. وبالفعل فتحوا أول مشروع ليهم برأس مال 1000 جنيه، وبالفعل نجح المشروع. كان محل صغير في الموسكي في قلب القاهرة، حتى الآن المحل ده موجود. بعد مرور وقت قدر محمود العربي انه ينجح ويثبت وجوده في السوق، وبعت لاخواته علشان يشتغلوا معاه بعد ما تجارته توسعت، ونجح في تأسيس شركة مساهمة. بعد كده تاجر في الأدوات المكتبية والمدرسية، وبعدها بدأ يتاجر في الأجهزة الكهربائية، بالتحديد التلفزيون والراديو والكاسيت. وفي بداية السبعينيات قدر العربي مع الانفتاح الاقتصادي انه يمتلك توكيل لأكبر الشركات العالمية بمساعدة شاب ياباني كان بيدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة. كان على علاقة كويسة جدا بالعربي لأنه كان بيشتري منه أدواته الدراسية، والشاب الياباني ده كان من عمال الشركة في اليابان. فكتب تقرير لشركته بيأكد فيه ان العربي هو أحسن حد يمثل شركة توشيبا في مصر. فوافقت الشركة على منحة التوكيل للعربي. في نص السبعينيات اتحرك الحاج العربي في رحلة لليابان، ودخل مصانع توشيبا اليابانية اللي هو حصل على توكيلها، وانبهر بالصرح العظيم في اليابان. فقرر انه يقنع المسؤولين فيها بإنشاء مصنع زي المصنع ده في مصر. ومع تطور الإنتاج أنشأ شركة توشيبا العربي سنة 1978. ومن هنا بدأت أسطورة توشيبا العربي مع الأجهزة الكهربائية اللي تقريبا مفيش بيت في مصر مفيهوش جهاز منها.